كنت تصلي أو لا تصلي، هذا الكلام سيجعلك تحب الصلاة وتنتظر فقط وقت دخولها. هل تعلم أن العبد إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وبدأ في قراءة سورة الفاتحة وقال الحمد لله رب العالمين، يجيبه الله سبحانه وتعالى؟ أجل، يجيبنا الله في كل وقفة نقرأ سورة الفاتحة، يجيبنا الله سبحانه وتعالى. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يجيبه الله سبحانه وتعالى، يقول حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. سبحان الله العظيم. هل كنتم تعلمون أن الله يجيبنا في كل مرة نقرأ سورة الفاتحة؟ فقل لي ما الذي يمنعك من أن تدخل في هذا الحوار العظيم مع من خلقك، مع إلهك؟ لا تنسوا أن الصلاة صلة بين العبد وربه، فلا تقطعوا هذه الصلة.